أنا رياض بن الهادي بن محمد الحفناوي بن عبد الكريم بن علي بن محمد بن حسين، ولد الزاوية الرحمانية بتبربة المعروفة بزاوية بن حسين. عنا عزيزنا الكبير اسمه محمد بن حسين، تلميذ سيدي بالحسن اليوسفي اللي هو تلميذ سيدي بالحسن الشاذلي. بعد ما لقى التكوين متاعه امره باش يجي لمدينه اسمها تبربه باش يعلم الشيء اللي تعلمه من عند شيخه اللي هو سيدي بالحسن اليوسفي. جاء لمدينه تبربه، شرى دار للسكنه، وشرى الزاويه هذه المعروفه زاويه بن حسين. في الاصل كانت معصره تاع زيت، معصره صغيره متاع زيت، واسس الزاويه وبدا تعليم القران فيها. من بعد جاء ولده المؤسس اللي عندنا توا كل شيء موثق بالتوثيق، اللي هو الشيخ محمد بن حسين. الشيخ محمد بن حسين هو مؤسس الزاويه الرحمانيه بتبربه، قاضي مدينه تبربه، امام خطيب الجامع الكبير بتبربه، واللي هو كما كنا نحكي هو المؤسس الاصل نتاع الزاويه، واللي عندنا المراجع نتاعو فهمني موجوده عنا تو. وكان الشيخ محمد بن حسين عضو قار بجامع الزيتون، اي عالم من علماء جامع الزيتون. هذوما الناس هذوما تقع انتخابهم ما نعرفش على 3-4 سنين من طرف علماء اخرين اللي معروفين على في حدود، يمكن حسب ما سمعت انا من بابا وعمي اللي اكبر، في حدود 40 عالم موجودين في جامعة الزيتون. كل عالم شنو الاختصاص نتاعو من كامل تراب الجمهورية. هو فاز بالدورة هذه على امتداد السنوات. بعد الشيخ محمد بن حسين المؤسس هذا للزاوية تولى ولده محمد ومحمود. بعد تولى الشيخ عبد الكريم إدارة مشيخة الزاوية. احنا كي وصلنا للتاريخ الصحيح نتاع الشيخ عبد الكريم، كانت الزاوية فك العهد هذاك وما قبل العهد هذاك الطلبة نتاعها من مختلف الجمهورية. عندنا طلبة من المغرب، عندنا طلبة من الجزائر، وعندنا طلبة من تونس وحواز تونس والجنوب التونسي وكذا. الزاوية تحتوي على 40 طالب، طاقة استيعاب نتاعها ال40 طالب هذوما يقراوا في الزاوية ويباتوا في الزاوية. ال40 طالب هذوما 20 طالب منهم فطورهم وعشاهم من دار الشيخ مهما كان شكون كان شد الشيخ، وال20 الاخرين هما 40، 20 من دار الشيخ و20 الاخرين من اهالي مدينة تبربة. يقرا الطالب غاديك حفظ القرآن، وصل قرا ما عادش 30 حزب 20 حزب 40 حزب، ما نعرفش فك الوقت هذاك قداش يلزم يكون عنده باش يمشي لجامعة الزيتونة باش يكمل في جامعة الزيتونة. في جامعة الزيتونة يقع الاختبار نتاعو، يقع يعملوا له اختبار، واللي تمتاز به الزاوية الرحمانية بتبربة اللي الطلبة نتاعها الكل طلبة ممتازين. ما يمشيش طالب فارغ، ما يمشيش طالب مش حافظ القرآن، ما يمشي ما يسيب الشيخ الزاوية والمؤدب نتاع الزاوية الطالب الا ما يكون لغتنا احنا الدارجة باش ينور له وجهه. ما فماش طالب رجع من جامعة الزيتون الا الكلهم تعدوا الامتحانات، تجاوزوا الامتحانات ونجحوا بامتياز. من بعد الطالب هذاك يقرا على روح في جامعة الزيتون، من بعد يلقى الاختصاص شنو باش يختص، واحد في الفقه، واحد في اللغة، واحد في كذا، كل واحد شنو الاختصاص نتاعو. وفي الاخر شنو باش يخرج من غادي؟ اللي خرج محامي، واللي خرج عادل اشهاد، واللي خرج معلم، واللي خرج استاذ، الكلهم تخرجوا. لين يبقاك الطالب هذاك بعد حتى ما يتخرج. عندنا زوز مناسبات في العام الى يومنا هذا، اللي هي ليله ختم القران، ليله 26 نختم القران الزاويه في رمضان، وعندنا ليله المولد. هو لقاء ليله المولد بين الناس السابقه اللي قرات غادي وتخرجت وكذا،
ومع الطلبة الجدد اللي مازالوا يقراوا، وتشجيع عليهم هما باش يواصلوا كيفهم هما الى يومنا هذا. حتى تو ما عادش فما قرايه، ما عادش فما كذا، الا بقى الحنين لك البلاصه هذيك. يجيوها ناس تحن لها، يقول لك كان عزيزي كان غادي اقرا غادي، وكان مش عزيزي اقرا ما نكونوا احنا هكا، ولا يقرينا ولا يوصلنا ولا كذا. هذه هي الزاويه. شنو الدور نتاعها الرئيسي؟ ساعه حفظ القران. هي الزاويه الى يومنا هذا محلوله للعموم، خاصه في رمضان عندنا صلاه التراويح. الناس مازالت تصلي فيها تراويح، وعندها تمتاز. هي الوحيده في تبربه اللي عندها ختم القران ليله 26 قبل الجامع الكبير بنهار، معروف. وعندنا ناس اخرى اللي يقراوا غاديكا في الزاويه ببياتهم ولا جدودهم وكذا، عندهم الحنين لليله هذيك. من برشا بلايص يجيو، من بنزرت، من تونس، من كاف، من جندوبه، من عده مناطق. بحكم اللي تو ولات الناس كل عندها لي موان ترونسبور، يجيو في الليله هذيك يحضروا شق الفطر غاديك في الزاويه، ويصليوا تراويح، يحضروا بعد ختم القران. الناس تروح على رواحها بكره هبها الناس كل. بكري كانوا الناس تجي، حتى وقت كانت الطلبه تقرا، ناس تجي قبل بجمعه وباربع ايام، بحكم اللي ما فماش لي موان، يعدي هكا 3 4 ايام هنا، وبعد يروح بعد 3 4 ايام ويمشي به. وعندنا المناسبة الثانية اللي هي ليلة المولد. ليلة المولد زاد هذاك ما فيهش بدون استثناء، زاد يجي وتكون معبية الزاوية أكثر من السيور الأيام. كانت حتى بكري تبربة الناس الكبار اللي يعرفوها قال لك تبربة تحيا جمعة قبل المولد وجمعة بعد المولد، في كتجاره كصناعه ك خاطر باش يجيها برشا ناس من برشا بلايص، واللي باش يجيك قبل بجمعه لهنا اوتوماتيكمون باش يقضي، باش يصرف، باش يمشي، باش يدور. الناس كل باش تخدم في جرة الزاويه هذيك، يحضرك الليله هذيك. وهي الليله هذيك ليله كبيره معناتها. تجي الناس اللي قراوا واللي بيتهم قراوا واللي كملوا قرايتهم، الناس كل عندها موعد. هذاك عباره عن موعد باش تتلم فيه الطلبه القدم والجدد واللي تخرجوا واللي مازالوا، فهمني. فك الليله هذيك ويبات فيها ذكر للصباح. هذه اجازه نتاع عزيزي انا اللي هو الشيخ محمد الحفناوي بن حسين. الاجازه هذه عباره واحد ماخذ المتريس، والاجازه هذه ما ياخوها الا من يشهدوا له رجال علم علماء من علماء جامعه زيتونه، ويعمل كيفاش يقولوا فيها مناظره، يعمل بلغتنا احنا كونكور، درا شنو درا شنو درا شنو، باش يتحصل على الاجازه هذه. ويشهدوا له فيها مش عالم، مش اثنين ومش ثلاثه، مجموعه نتاع علماء تشهد له اللي السيد هذايا تتوفر فيه الشروط الفلانيه باش يكون فقيه في الماده الفلانيه وكذا. وهذه الاجازه نتاع الشيخ عبد الكريم بن حسين، فهمني. زاد كيف اللي تخول له باش يكون من مختص في اللغه العربيه، في الصرف، في النحو، في حاجه كيف. فما حاجه اخرى اللي فاتت علينا اللي هي مشيخه الزاويه. احنا كعائله بن حسين ناخذوها من الكبير للكبير. وبكري في القديم كان اللي يتولى المشيخه ما يتولاهاش شفاه هكاك وحده اردن راسه، لا صحيح هي من الكبير للكبير، اما ياخذ كيفاش يقولوا فيها كتابيا من عند البي كوقتها. يعطيه كتابين يقول هذا انا فلان فلاني البي كذا كذا، يقول اللي فلان فلاني هو الشيخ الزاويه الرحمانيه. كل شيء هذا بالكتابي، ما يتعطاش معناتها كيك مش هو شد. وهذه الزاويه الوحيده اللي هي على ملكنا، اللي هو عزيزي في وقت بعد الاستعمار، وقت الدوله التونسيه تلم في كيفاش يقولوا فيها المعالم الدينيه والاثريه ودرا شنو، الا عزيزي بادر ومشى شراها باسمه هو الخاص باش يخليها باسمنا احنا الذري. وبقات زاويتنا لا احنا لاهين بها كاولادها في كل شيء، لاهين بها في كل شيء ومستحافظين عليها كيفاش يقولوا فيها وقايمين بالواجب اللي نجموا نعملوه. بون فات هي القرايه نتاع القران، فات كذا، اما بقات الناس كل جهه مفتاح موجود، اللي يحب يجي يزورها، اللي يحب يجي يصور فيها، يوثق فيها كذا، موجوده على ذمه الناس كل.
لو كان ما جيناش احنا، ها فما برشا زوايا اخرين اللي مشات اندثرت وطاحت ومشات، اما احنا واقفين على زاويتنا، وهذيك ملكه خاصه كيفاش يقولوا فيها. كل واحد يتولى المشيخ تاع الزاويه، كي يموت يتعمل له ثابوت، فهمني، ويتدفن غاديك، وحتى حد ما عاد يعاود يحل وك القبر هذاك نهائي. عندنا الشيخ الاولاني اللي حكينا عليه، الشيخ محمد بن حسين، اللي قلنا بكري عالم من علماء جامعة زيتونة، وقاضي مدينة طبربة، وإمام خطيب جامعة طبربة. هذاك المؤسس الأولاني اللي ثبته بالحديد. ومن بعد تلقى ولده، بعد ما توفى هو تلقى ولده اللي هو الشيخ محمد. باهي، هذوما في بلاصة واحدة. ومن بعد هذاك نسموه الجامعة احنا، تسمية العائلة الجامع، وهكا سيدي جا المحراب موجود. من بعد عندنا البلاصة الأخرى نسميوها القبة، العائلة تسميها القبة اللي هي أنفاس. تلقى ولده الشيخ محمود، وتلقى ولده الاخر الشيخ عبد الكريم بن حسين اللي تو كنا نشوف في الاجازه نتاعو. من بعد كل واحد ثبوته. ومن بعد تلقى هذايا الشيخ الحفناوي بن حسين ولده. ومن بعد تلقى ثبوت الاخر حسن بن حسين. ومن بعد تلقى بجنب الحفناوي بن حسين اللي هو الهادي بن حسين، الشيخ الاخراني بكل اللي تولى المشخة واللي توفى 2016. هذوما الثوابت شنو دورهم غاديك؟ كل شيخ تولى المشخة الا يتدفن في بلاصه معينه. فيما بقى هي عندنا ناس اخرى قاعدين ندفنوها لبرا من العائله. وعندنا حاجه عائلتنا تمتاز بها، حتى كي ندفنوا احنا اولادنا غاديك، اولادنا يدفنوا وبناتنا تدفن، الانساب لا، ما تدفنش الانساب. مثال ولد بن حسين ماخو مراه برانيه، مرته تدفن ولاده يدفن. وبنت بن حسين كتعود ماخذه واحد اخر، هي تدفن ولادها وراجلها ما يدفنوش غادي. هذايا بلغتنا احنا الدارجه سبر العائله.